واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة دليلا وإماما. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم أصلح أولادنا وأصلح بناتنا. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم أنزل رحمتك على أهل هذه القرية وأهل هذا المعهد وعلى المعاهد في أشياء كلها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا. اللهم اجعل راية الإسلام عالية خفاقة شفافة. اللهم إنا نسألك